اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهارده بقى معانا وصفة جميلة جدا، زي ما انتم شايفين كده. معانا جمبري وصبيط، ومعانا رز صيادية وسلطة طحينة وسلطة خضراء. واو بجد طعمها كان خطير جدا. وصفتنا سهلة جدا جدا جدا. طبعا جمبري وصبيط بقى مفهومش ولا تفصيص ولا زفارة ولا اي حاجة خالص. طبعا الزفارة للي بيعمل الاكل مش للي بياكل، يعني اللي بياكل بيه. وصفتنا حلوة سهلة وجميلة. تعالوا بقى ندخل الفيديو ونشوف طريقتنا كانت عاملة ازاي النهاردة، وازاي كانت سهلة وازاي كانت جميلة جدا. ومعانا رز مفلفل وكان طعمه تحفة. متنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب لمنوعات كوكي، ومتنسونيش وما تحرمونيش من تعليقاتكم الجميلة. يلا بسرعة ندخل على الفيديو ونشوف طريقتنا كانت عاملة ايه النهاردة. معانا بقى هنا الجمبري والصبيط. طبعا صبيط بلدي يا جماعة، والجمبري انا كنت مقشراه بصراحة، يعني انا كنت مقشراه ومجهزة كل حاجة خالص. كان في مقطع في تقشير الجمبري في الاول، بس بصراحة كان بيصور، يعني الكاميرا كنت سايبة فاتحة الكاميرا وسايباها بتصور، وبعد كده اتفاجئت ان الكاميرا ما كانتش بتصور والفون فصل منه. طبعا الصبيط انا بجيبه من عند الراجل، بخليه هو يقطعهولي وينضفهولي. الجمبري بس طبعا لازم انضفه في البيت واغسله كويس. بصوا انا بوريكم السلسله، الظهر بتاعه اللي هو الحبل الرملي كنت شايلاه. ده هو كان جامبو الجمبري ده والله يا جماعه. هو انا بوريهولكم، هو كان جامبو بس بقشره كان جامبو، لكن بعد القشر بيبقى نص جامبو يعني. معانا بقى هنا ليمون، هنحط له التتبيله بتاعته. طبعا غسلته كذا مره ونضفته زي ما انتم شايفين كده زي الفل. الاسمر دي القواقع الاخطبوط على رأي بنوتي. الصبيط طبعا الحاجات اللي هي لونها موفي شوية دي. طبعا هنعصر بقى ليمونتين حلوين كده محترمين. طبعا سمك يعني ليمون يا جماعة. الليمون كمان بيدي مزازة في التتبيلة حلوة قوي، بيضيع طبعا ريحة زفارة او ريحة اي حاجة خالص. طبعا انا نقعاه وغسلاه ومصفياه ومخليها زي الفل. طبعا دي كده انا بحط التتبيلة ليمون وخل، ومعانا التتبيله بتاعتنا تتبيله السمك بتاعتنا اللي هي الثوم والفلفل والكمون. اهو انا عامله بطرمان لتتبيله السمك كده، حاجه واو بجد. معانا الثوم بقى اللي هي ثوم وفلفل، التتبيله دي الدقه بتاعت السمك. ثوم وفلفل وكمون والملح وفلفل اسمر بسيط وبهارات السمك بتاعتنا. طبعا نقلب بقى كويس قوي. ايوه هي دي اللي بوريها لكم. نحط حته دقه حلوه كده ونقلبه كويس قوي ونسيبه كده بقى في تتبيلته ياكل ويدي مع نفسه. هو اللي هياكل مش احنا اللي هناكل في الاول، يعني بعد كده احنا اللي هناكل وهو مش هياكل. معانا هنا بقى على النار بصلايه. طبعا انا نعمل رز صياديه بقى جنب الجمبري الجميل بتاعنا دوت. هنحمر بقى البصلايه حلوه قوي. غمضوا عينيكم وفتحوا هتلاقوها اتحمرت اهي. شفتوا اتحمرت ازاي؟ البصلايه بتاعتنا اتحمرت. هنقلبها كويس قوي، نديها سنه كمان صغيره تحمير، وبعد كده هنزل عليها بالميه علشان خاطر تعمل معايا احلى رز صياديه. هنا كده كنت حمرتها سنه كمان. هننزل بقى بالميه بتاعتنا ونسيبها تغلي مع نفسها كده، وبعد كده هنحط لها الرز. هنحط لها بقى البهارات بتاعتها. الكمون طبعا اساسي يا جماعه رز الصياديه كده. كمون، معلقه كمون كده حلوه صغيره اهي. ما نكترش قوي برضو في الكمون عشان الكمون كتره بيمرر. ونص معلقه ملح، نص معلقه فلفل اسمر صغير. كمون وفلفل اسمر وملح وبس. هنقلبها بقى وهنسيبها على النار تغلي مع نفسها على بال احنا ما نعمل الدقيق بتاعنا في الجمبري. طبعا هنا جبت مصفى علشان خاطر
احط كده الدقيق والصبيط، احط الصبيط في الدقيق واقلبه واطلعه في مصفى برضو، علشان كده لو ايه، لو لسه فيه بواقي دقيق ولا حاجه. لان الصبيط طبعا بيتعمل طاجن، بيتعمل محمر اي حاجه، بس الصبيط في التحمير بتاعه بيبقى رخم شويه، بينطر قشره الدقيق يعني اللي انتي بتحطيها عليه، بيرجع ينطرها تاني لبره. هنا كده بنقلبه كويس، وبعد كده ابتدي اشيل بقى قطعه قطعه كده احطها في المصفى، علشان خاطر قبل ما انزلها في الطاسه برجع برضو اهز المصفى تاني لو في اي دقيق، بواقي دقيق او حاجه بتنزل. دي جمبريايه كنت بوريها لكم يعني. طبعا الجمبري بيتعمل بطريقه تانية، ممكن تتعمل له تتبيله سايله كده، خلطه سايله وتنزلي بيها برضو، بتكبر حجم الجمبريايه شويه، بتبقى جامبو. في مطاعم بتعملها كده، وفي محلات بتعملها كده بره، اللي هي بتبيع الجمبري بره في المحلات. بس انا ساعات كده وساعات على حسب. المره دي بقى كله كده كان في دقيق، فقلنا في الدقيق مش لازم اعمل له خلطه بره، خلطه سايله كده ان شاء الله هبقى اعملها معاكم في وصفه ثانيه، بتضاعف حجم الجمبريه شويه يعني. طبعا. كده بقى هنكمل بقيه الكميه معانا. طبعا مش الكميه كلها، هناخد جزء كده. مسخنين حجم الجمبريه بيعمل لها عجينه كده، مسخنين الزيت طبعا على النار بيسخن، وهاخد الجزء ده كده وهنزل بالزيت، وبعد كده ارجع اعمل وضع كبير يعني. في حاجات بتتحرك يا جماعه في المصفى، شايفين ان هو جايب لك جمبريه يا جماعه. متنسونيش في اللايك. يلا بقى نروح على البوتاجاز. الناس اللي بتقعد تعمل اعلانات على اهو كده. هنا الزيت بتاعنا كان ابتدى يسخن. الصبيط يا جماعه الشرايح الطويله الرفيعه دي، والجزء التاني اللي انا بنزله ده اللي هو الايدين بتاعته اللي بنتي بتقول عليها ده الاخطبوط، يعني بنوتي صغيره مسميه الاخطبوط. بس بجد في اكله جميل جدا. طبعا ساعات بنعمله مقلي، ساعات بنعمله طاجن بيبقى حلو قوي برضو. هننزل بقى الكميه اللي معانا. هنا كده دي كانت مسكت في بعضها، فبقيت اخدها تاني وانزلها في الدقيق سنه تاني، وبعد كده ارجع احطها في الطاسه، يعني كنت عملت شويه كتير على بعض فمسكوا في بعض كده. لايكات كتير يا جماعه للفيديو، الله يبارك لكم. ما تنسوش اللايك، المشاهدات بتبقى كتير واللايكات بتبقى قليله، متنسوش اللايكات عشان اللايكات بترفع الفيديو. ما عدا كام تيشيرت الصيفي بس. اكتبوا لي بقى في التعليقات مين اللي بيجرب الوصفات بتاعتي بتبقى حلوه معايا زي ما بنعملها ولا ايه. لو نزلت لقيت صيفي منتظره تعليقاتكم الجميله كده. حطينا الدنيا حلوه، هنعلي بقى النار حلوه قوي ونسيبها تستوي شويه. انا مصر ان انا اكمل بصراحه، بيطرطش. انا قلت اخده كله قطعه واحده بس ما خدتوش يعني. مين؟ اللي كان معانا في مطروح. هو انا بحطه في الطاسه، انت لما بتحطيه في الطاسه بينكش كده، بينكمش مع نفسه، فبيدي مساحه ان انت تحطي قطعه تانية جنبيه. هنسيبه بقى يتحمر وكده. طلعناه. بصوا بقى بهدي البوتاجاز. صبيت، خلي بالكم بيفرقع كده. كنا حاطين الجمبري، وهنا كده كنا خلصنا بس هسجل سكر الوصفه كلها، وحمرنا وسوينا الرز وعملنا سلطه وسلطه طحينه كمان. بجد كانت اكله حلوه قوي وخفيفه.
بيت قصدك ايه؟ مش متعبة والله ولا حاجة، يعني مش ولا في اكلها متعبة طبعا، ولا في تسويتها متعبة. بألف هنا وشفا لكل اللي كان منها. وما تنسونيش بقى في اللايكات والشير والسبسكرايب لمنوعات كوكي، واشوفكم في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.